تقريبا من كتر الفشل اللي مارفل فيه بقالها كام سنه قرروا ان هم يعملوا فيلم ملوش علاقه باي حاجه اتعملت قبل كده، والنتيجه ان الفيلم طلع فانتاستيك. الفيلم بطوله بيدرو باسكال وفانيسا كيربي وايبون موس وجوزيف كوين، واخراج مات شاكمان. في عالم مختلف عن عالم مارفل اللي احنا متعودين عليه، وفي زمن قديم وبتكنولوجيا متطوره اكتر من اي حاجه احنا شفناها قبل كده. العالم بتاعنا ما فيهوش ابطال غير فانتاستيك فور وبس، وبيلاقوا نفسهم في مواجهه مع واحد من اقوى الفيلنز اللي في مارفل اللي هو جالاكتس. وزي ما هو واضح في التريلرز ان جالاكتس بعت سيلفر سيرفر عشان تبلغ الفانتاستيك فور بان الكوكب بتاعكم بقى هدف لجالاكتس وانه مهدد بالفناء. الفيلم حلاوته ان هو بيدور في زمن قديم لكن بتكنولوجيا متطوره، وده خلى المخرج يجرب براحته يعمل اللي هو عايزه. انت مش متوقع انت هتشوف ايه غير ان هو بس في زمن قديم، لكن مدى تطور التكنولوجيا نفسه مش باين وما انتش عارف اخره ايه. لما شفت التريلرز بتاعت الفيلم عرفت ان انا داخل على تجربه بصريه ما شفتهاش من مارفل قبل كده. وبعد ما شفت الفيلم، التريلرز ديت ما بينتش نص اللي الفيلم قدمه. والغريب بقى ان في لقطات في الفيلم انت بتحس ان الفيلم واخد انسبريشن مش من افلام كوميك بوك، هو واخد انسبريشن من انترستيلر. في تسلسل بالذات انت بتحس ان هو تقريبا متاخد من انترستيلر، بس الجميل بقى ان هو متنفذ حلو، ودي حاجه انا ما كنتش متوقعها من الفيلم ده خالص ولا من مارفل. من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم هي مزيكه مايكل جياكين. احنا لو قلنا ان دي سي استخدمت هانس زيمر في ثلاثيه دارك نايت وبعد كده في افلام زاك سنايدر ونجح معاهم كلهم، فمايكل جياكين يعتبر هو هانس زيمر بتاع عالم مارفل دلوقتي. هو الورقه الرابحه في كل الافلام اللي هم عايزينها تنجح وخايفين انها ممكن تفشل، بيجيبوا الراجل ده يعمل المزيكا بتاعتها، وبيضمنوا ساعتها ان المزيكا هتبقى اقوى حاجه في الفيلم. الفيلم المفروض ان هو بيتكلم عن الفانتاستيك فور، بس جوني ستورم وذا ثينج تقريبا ما لهمش وجود. الفيلم يعتبر بطوله ريد ريتشاردز وسو ستورم، بالرغم من حبي للجزئين بتوع فانتاستيك فور القدام لان دول يعتبروا افلام طفولتي بشكل كبير، لكن شخصيه ريد ريتشاردز وسو ستورم هنا في الفيلم ده احسن بكتير. ما حبيتش استخدام شخصيه ذا ثينج وشخصيه جوني ستورم في الفيلم، هما تقريبا ما لهمش وجود قوي. ممكن يكون جوني بشكل اكبر شويه وموجود في كام مشهد مهم، لكن هو طول الفيلم ملوش لازمه وملوش وجود، مش زي الجزئين اللي قبل كده بتوع زمان. وفي كمان مشكله بالنسبه لي مع جوزيف كوين اللي هو بيقوم بدور جوني ستور. الفرق بينه وبين كريس ايفنز في النسخه القديمه هو في الاداء الحركي. المفروض ان انت بتعمل شخص باد بوي، شخص متهور، فده المفروض انا احسه منك شويه بالاداء الحركي بتاعك. اللي كان بيعمله كريس ايفنز قبل كده ما شفتوش هنا خالص. انا حسيت ان جوزيف كوين بيقوم بدور ذا ثينج تقريبا، هو متخشب قوي وفي نفس الوقت ما بيديش رياكشن على الحاجات اللي بتحصل. انا مش عارف دي تعتبر حرق ولا لا يعني، بس انا عندي مشكله مع ريد ريتشاردز في الفيلم ده شويه، ان هو قوته انه بيتمدد، ان هو شخص فليكسبل ممكن يقعد يلف في دواير حوالين اي حاجه واي حد وبتاع. ما ينفعش يطلع في الفيلم ان هو لما هنيجي نعذبه هنعمله كده زياده، بس هنشده هنمطه زياده. هي دي قوته يعني، ايه الفكره؟ هو ده مكمن القوه بتاعه اصلا. السي جي اي بقى في الفيلم كان تحفه، في كل لقطه كان شكله حلو، وهنا اعني في كل لقطه فعلا في الفيلم، ما عدا شخصيه مهمه جدا في احداث الفيلم لما بتظهر في كام لقطه بس كده بيبان قوي انها سي جي اي، وحقيقي مش فاهم ليه. الموضوع مش مستاهل، مش هقدر اوضح اكتر من كده لان ده يعتبر حاجه من ضمن المميزات في الفيلم ده عن الافلام اللي قبل كده، ان بيدرو باسكال لما عمل ريد ريتشاردز انا فعلا كنت حاسس في كل مره بحجم المسؤوليه اللي هو عليه. احنا بنتكلم عن عالم ما فيهوش غير 4 ابطال بس، وفي نفس الوقت ده القائد بتاعهم، وفي نفس الوقت ده اذكى واحد المفروض على الكوكب كله، فدايما مستنيين الحل يبقى من عنده. فلما بتحصل مشكله هو لازم اول واحد يتصرف. بالنسبه بقى لفانيسا كيربي، فهي عملت من كام سنه فيلم اسمه بيسز اوف وومن، عملت فيه مشهد بتاع تقريبا كده ربع ساعه يتعب الاعصاب بشكل كبير، لدرجه ان انا لما خلصت المشهد ده وقفت الفيلم كده وقعدت الف شويه في الشقه احس ان انا عايز اخد نفس. تقريبا بقى مخرج الفيلم ده عجبه المشهد ده، فقال لفانيسا هتعملي المشهد ده تاني وبتعب الاعصاب ده تاني، وكان حلو. بس اتمنى يا ريت يعني ما يتكررش تاني الموضوع ده لانه حقيقي فعلا متعب. عوالم مارفل يعني مثلا عالم ايرون مان اول ما بدانا، عالم الشخصيات بتاع ثور، عالم الشخصيات بتاع ايترنالز، عالم الشخصيات بتاع تشانج تشي الفيلم المنسي اللي هو حلو قوي ده، يعتبر افضل تصميم لعالم فيهم بسبب كميه التفاصيل اللي هم فعلا مهتمين بيها، رغم ان الخطر ضخم لدرجه احنا ما شفناهاش قبل كده في عالم مارفل. احنا بنتكلم عن جالاكتوس، الا ان ده ما زودش حجم التعقيدات اللي في الفيلم. الفيلم برضه فضل محافظ على بساطته بشكل جميل جدا. انا مبسوط ان مارفل بتجرب سواء في ثاندر بولتس او فانتاستيك فور، والمفروض ان باين استقبال الناس للافلام دي عامل ازاي بعيدا عن البوكس اوفيس بتاع ثاندر بولتس.
بس الناس مبسوطه وشافوا اخيرا حاجه جديده من مارفل، لان الناس كانت زهقت من الفورمولا بتاعت مارفل، والمفروض ان ده يكون دافع ان هم يبتدوا يغيروا ويجربوا اكتر. بس انا شايف ان ده مش هيتكرر تاني، ده مش هيحصل تاني، لان هم داخلين على دومز داي وبعديه سيكريت وورز. فيعني يا جماعه هنرجع تاني الفورمولا بتاعتنا، وكانت فرصه حلوه وخلاص على كده، وتبقى يعني حاجه حلوه لو اتكررت تاني. بالنسبه لي هو افضل فيلم كوميك بوك في السنه، بعيدا عن الشيء اللي طلع من دي سي اللي كان صعب قوي. وبس كده، ده اللي عندي عن فيلم فانتاستيك فور. لو شفت الفيلم قول لي رايك فيه، وهل انت حاسس ان ممكن الفيلم ده يبقى دافع ان هم يجربوا حاجات جديده، ولا هيرجعوا تاني للفورمولا بتاعتهم؟ لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نتكلم في افلام تاني. نتقابل بعدين، سلام.